شكرا. على فكرة أنا فكرت في الكلام اللي أنتوا قلتوه لي كويس قوي، ووصلت القرار وكنت ناوي أكلمك فيه يوم ما حاتم جه ياخد فريدة من الحضانة، بس حسيت إن الوقت مش مناسب. مريم، أنا راجل دغري ماليش في اللف والدوران، والدليل على كده إن أنا لما اتشدت ليكي وأعجبت بيكي طلبت من دينا إنها تيجي تكلمك بشكل مباشر. وانا احترمت فيك الحته دي. وتقريبا دي احسن حاجه انا اتعلمتها من عيشتي بره، يعني بقدر قيمه الوقت. بس في نفس الوقت انا راجل مصري وافكاري شرقيه جدا، وجايز يكون ده اللي خلاني انا وليندا ما نكملش مع بعض. الحته الشرقي اللي عندي دي يعني زي ما تقولي كده مخلياني مش قادر افكر او اقدر اتجوز واحده مدمنه او حتى مبطله. وفي نفس الوقت الحته الانجليزي بتشدني ليكي، وانت عارفه ان انا كنت معجب بيكي وما زلت معجب بيكي، بس يعني جايز يكون هدفي من الارتباط اختلف. معلش انا توت، انا بجد مش فاهمه حاجه خالص. يعني لو تحبي ممكن نتصاحب او نشوف شكل العلاقه يبقى مريح بالنسبه لك، او انت قصد الكلام اللي انت قلته ولا انا فهمت حاجه غلط؟ انا عارف ان انت مستغربه من العرض ده، بس انا حبيت اقولها لك بصراحه ومن غير لف ودوران. ويا ريت يعني لو تفكري في العرض ده وتردي عليا.